بالنسبه للاخوان هاد الايامات هادو كاين واحد الحمله لاصحاب الدراجات الناريه 56. بالنسبه للناس اللي كيبريباريو الموتور اللي كيكون خارج ب 49 ستوندار وكيبدلوا ليه السيلان ل 100 او ل 100 او ل 125. بالنسبه لي راه كاين واحد الحمله شرسه. الناس اللي كيلقاوهم بريباري الموتور يعني ماشي 49 كيتيو ليه الفوريان وخصو يتبع الدوسي تاع المحكمه. ودابا غادي نشوفوا لهاد الناس اللي كيبيعوا المواطر شنو كيقولوا في هذا الموضوع هذا. نخليكم مع الفيديو. دابا الان ولقينا مشكل في هذه خصوصا في هذه الحمله هذه. وقع الان العزوف على السلعه الماطر اللي فيهم 49 سي وقع عليهم عزوف ولاو الناس ما بقاش كيتباعوا لينا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الناس اللي واخدين دوك الماطر اللي كانوا بداو من عندنا 50 وبريباراوهم ولاو راجعين دابا باغيين يبيعوهم. باغيين يبيعوهم. دابا هنا وقع اشكال. الله يجازيكم بخير. انا كنخاطب من هذا المنبر المسؤولين جزاكم الله خير، القيمين، ولاة الامور ديالنا، الله يجازيكم بخير والله يفتح عليكم ابواب الخير. نتوما راكم في خدمه الوطن كما حنا في خدمه الوطن، والحمد لله حنا فينا روح المواطنه وكنغيروا على الوطن ديالنا تحت رعايه ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وشفاه الله وعافاه. خاصكم تعرفوا ان هذه الحمله اللي درتو راه غترجع سلبا على المجتمع المدني ثم ترجع عليكم سلبا حتى نتوما. هذه المساله بدنا نتكلموا نطرقوا لهذه المساله الاولى ديال ان القانون غيرجع سلب على عاد ندوزوا هذه النقطه. ان هذا القانون غيرجع سلب على الجمارك، غيرجع سلب على المواطن، غيرجع سلب علينا حنا. علاش؟ لان هذه السلعه الصينيه ال50 راه ما كتزيدش. فهمونا المسؤولين شنو كنديروا معاكم. حنا كنتكلموا كتقنيين وحرفيين ومهنيين وهذا الحرفه خدينا ابدا عن جد. هذا الموتور 49 اللي مولغوتي درتوا لي المولغاسو على هذا الاساس راه ما نافع بحتى شي حاجه. والله الا الحق العقبه ينزل كيف وقع هذا السيد وقع عليه، راه الحق العقبه ينزل ويدفعوا. راه موطاتو البيكال احسن منه. ديروا لنا حل بارك الله فيكم، على الاقل ديروا ال70 في اوروبا في فرنسا وفي غيرهم راه دايرين البيرمي ديال الموتور كيبدا من فوق 65 للفوق. اما الموتور على الاقل 70 عطيوها لنا عاديه، ديروها بلاصه 50 لان هذا هو الاساس. لان الموتور الجابوني الا كان فيه سميتو الا كان فيه مثلا 70 راه يلا دابا السلعه الصينيه يلا كتقرب يعني ديما نقص واحد على السلعه الجابون دائما خاصك تنقص واحد 30. حتى هذه الحمله مثلا اللي داروا الان كيقول لك بان الموتور داروا الحمله الشرسه على المواطنين، كيقول بانهم خاصوا يحيدوا هاد الستيلانات. واخا نفس الرجال لان هذه منظومه بعدا خصنا نفهموها. كاين علاقه ما بين الدراجه واللي راكب على الدراجه ولاسيرونس ديالها الى اخره. لاسيرونس بعدا انت كيف كتقولوا للناس بانهم خصهم يحيدوا هاد السوفانت هاد 110 وكذا، سولوا الناس ب 700 درهم على ان اساس انها 49. علاش كتقولوا لنا نخلص 120,000 ريال 30,000 ريال وصلات وتزادت عاود نقصت؟ علاش؟ راه كتضروا المواطنين، راكم ضرتوا المواطنين. كان بكري كانت 96 كتسولها ب 700 درهم، الان باقي الان في مراكش كتسولها ب 700 درهم. وعلاش هنايا في الدار البيضاء انا هذا تساؤل. انا صراحه انا تساؤل ما فهمتوش علاش هنا في الدار البيضاء كتفرضوا على المواطن يخلص 29,000 ريال او 30,000 ريال. هادشي راه اثر علينا حنايا. راه بلاد شحال من واحد دابا الان مابقاش باغي يشري هاد السلعه على قبل هاد لاسيرونس اللي غاليه. ثم هاد الماط السلعه الصينيه خصنا نفهموا واحد القضيه، ومن هنا كنخاطب الناس المسؤولين على لاسيرونس وكذا. راه موطور ديال السلعه ديال الشينوا راه بياس ديالو رخيص، حتى لا دار شي اكسيد راه 1000 درهم ترد لك الكرينه شكون تبدلوا لك. اذا علاش كتفرضوا على الناس؟ اذا ما فيش خسائر كثيره بالنسبه للاسيرونس. اذا هبطوا لاسيرونس متناول الناس. هبطوا 700 درهم. هذه اول حاجه، هبطوا لاسيرونس على 700 درهم 750 درهم تكون متناول الناس. هذا من جهه. من جهه اخرى والله جبتي لنا وركتي على الضبره كيف كيقولوا بالدارجه، وركتي على الالم، مكان الالم. والله الا تالمنا صراحه. انا كنتكلم على الصعيد المغربي وكنتكلم على جميع الشرائح ديال هذا القطاع، سواء البائع الدراجه الناريه او المشتري او الكاتب او الدراجي او الى غير ذلك. والله حنا تضررنا. عطيتو هذا القانون لواحد الناس اللي ما فاهمين فيه والو، ودوزتو لهم فورماسيون واخا راه باقيين ما فاهمين والو في هذا القطاع. وحتى ملي درتو هاد الناس عطيتهم هذا القانون راه ما عطيتهمش اليات باش يخدموا. راه حتى هاد ماني لافيزيت راكم ظلمتوهم ملي عطيتهم هذا القطاع، ظلمتوهم ماديا ومعنويا، وظلمتونا حتى حنايا. عطيتو واحد الناس واحد القطاع ما فاهمينش فيه وجهلتونا حنا تماما.